لماذا يقال لك الذيب أو خلك ذيب؟ لماذا الذئب بالذات؟ لماذا التشبيه بالذئب؟ معلومات قد لا تعرفها عن الذئب. لا يأكل الجيفة مطلقا، وهو من فصيلة الكلبيات ومن سلالة ملوك الحيوانات. لا يحدث عند الذئب زواج المحارم، أي أنه لا يتزوج من أمه أو أخته كباقي الحيوانات. وفاء الأزواج لديه منقطع النظير، أي أنه يتزوج من ذئبة واحدة مدى الحياة، وكذلك تفعل الأنثى. ولذلك فإن الذئب يعرف أبناءه، فهم يخلقون من أم واحدة وأب واحد. في حالة موت أحد الزوجين يقام حداد من قبل المتبقي لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وقد تستمر سنة كاملة تصاحبها حالة انتحار، وقليل ما يبقى أحد الزوجين على قيد الحياة. يلقب الذئب بالابن البار، لأنه الحيوان الوحيد الذي يبر والديه بعد وصولهما لمرحلة الشيخوخة وعدم القدرة على مجاراة القطيع في الصيد، فيبقى الأبوان في الوكر ويصطاد لهما الأبناء ويطعموهما. عندما يرغب الذئب أو الذئبة في التزاوج، يجب عليهما ترك القطيع والبحث عن قرين من قطيع آخر وتحديد منطقة خاصة بهما، إذ لا يقبل الأبوان بوجود حالة تزاوج ثانية داخل القطيع، ويعتبرونها مزاحمة لهما في قيادة القطيع. فلذلك عندما يطلقون لقب الذئب على الرجل، فهم يأملون به أن يحمل صفات الذئب مثل الشجاعة والوفاء والتنزه عن السفاسف وعزة النفس ومباراة الوالدين.